لماذا لا يحب تياغو ميسي أن يطلق عليه اسم ميسي؟ على الرغم من أن هذا يبدو أمرا لا يصدق، إلا أن تياغو لا يحبه. لا يحب أن يتم الاعتراف به، فشخصيته خجولة جدا ويواجه صعوبة. يحب ماتيو أن يكون مشهورا، لكن الأمر مختلف تماما بالنسبة لتياغو. إنه متحفظ للغاية. عندما كبر أدرك أنه لا يحب أن يطلق عليه اسم ميسي، وليس لأنه يخجل من لقبه، ولكن للسبب المحزن، وهو أن المعاملة في المدرسة كانت مختلفة. أوضح ليو نفسه أنه في المدرسة حاول الأطفال الأكبر سنا أن يكونوا أصدقاء له فقط لأنه ابنه، وهذا أمر يقلق أنتونيلا وليو حقا، لأنه من غير المعتاد أن يدرك الطفل صداقاته الزائفة. لكن ميسي وأنتونيلا قاما بحمايته حتى أصبح لديه أصدقاء حقيقيون، وهذا ما يفسر كلمات ميسي عندما غادر برشلونة، حيث أكثر ما عانى منه كان من أجل أبنائه. لقد اضطروا إلى ترك أصدقائهم القدامى والذهاب إلى مدرسة كان الجميع يعرف فيها بالفعل من هو ليو، وليس من السهل تكوين صداقات حقيقية في ذلك الوقت.